بياني للرأي العام. منذ 15 فبراير 1999 القائد أسير السلام والإنسانية والديمقراطية خلف قبضان سجن إبرالي، الذي أثر بفكره وفلسفته ومقاومته التي قلت نظيرها في تاريخنا المعاصر، والذي حول سجنه منبرا للسلام والتحرير من الاستعباد والاستبداد. وبعد الادعاءات التي صدرت بشأن القائد عبد الله أوجلان قبل يومين وعدم قبول الدولة التركية للتواصل مع القائد عبد الله أوجلان عبر المحاميين للتوضيح عن صحة القائد، وعلما كان آخر اتصال مع القائد في 7 آب 2019، والتواصل الأخير لإمرالي في 27 نيسان 2020 بذريعة وباء الكورونا، وقطع الاتصال إلى يومنا هذا، حيث وردت بعض الادعاءات عبر شبكة التواصل الاجتماعية في 14 آذار 2021 تتعلق بحياة القائد عبد الله أوجلان. ونعلم بأن تركيا تنتهك القوانين الدولية من خلال ما تفعله من سياسات بحق القائد عبد الله أوجلان، حيث أن طريقة التعامل مع القائد والقوانين المفروضة عليه والعقوبات التي يتم فرضها عليه من قبل الحكومة التركية والقضاء التركي خارق للقوانين والمواثيق الدولية، وقضاء التركي مسيس لقضية القائد عبد الله أوجلان ومخالف للقوانين، ويتم فرض عقوبات لا إنسانية والعزل المفروض على القائد ومنع محاميه وزويه باللقاء به وحرمانه من حقوقه تعتبر جريمة بحسب القوانين الدولية ومنظمات حقوق الإنسان. وحتى الآن لم تقم المنظمات بدورها باتجاه ما تمارسه تركيا بحق القائد. لذا نحن كمجلس تحية الوسفية ندين ونستنكر العزل المفروضة على القائد، ونناشد مجلس حقوق الإنسان لهيئة الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية والاتحاد الأوروبي والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالتدخل السريع وإجبار الدولة التركية لفك العزلة عن القائد لتوضيح عن صحة القائد وإطلاق سراح القائد عبد الله أوجلان فورا. ونحن كتلاميذ فلسفة القائد عبد الله أوجلان فلسفة الديمقراطية نعاهد أن نبقى على درب الحرية للقائد وللشعب المطالب بالحرية. يحيى القائد عبد الله أوجلان، يحيى القائد عبد الله أوجلان، شهيد نامرن، شهيد نامرن، شهيد نامرن.